بيبدأ الفيلم مع مجرم اسمه دالتون اللي بيقول أنا مؤخرا خططت لعملية سرقة بنك، وعلشان تعرفوا ازاي لازم تركزوا معايا. بنشوف دالتون وعصابته وصلوا لبنك منهاتن وهم لابسين لبس عمال دهانات ومعاهم علب الدهانات، ودالتون لما بيخش البنك بيبان إن شكله شخص عادي جدا ومحدش بيركز معاه، وبيحط كشافات في اتجاه كاميرات المراقبة، وبيقدر بالشكل ده إنه يفصل الكاميرات، وبقية أفراد العصابة بيخشوا البنك وبيقفلوا أبواب البنك بإحكام، وبيكونوا كلهم ملثمين ومغطيين وشهم، ودالتون بيرفع السلاح على حارس الأمن وبيرموا قنابل دخان في المكان وبيأمروا الكل ينبطح على الأرض، واللي هنلاقيه واقف هيتقتل، والكل كان في حالة رعب. ودالتون بيقول أنا وزمايلي هنسرق البنك ده واللي هيقف في سكتنا هيتقتل، وكان واضح إن العصابة دي محضرين خطة قوية وعاملين حسابهم لكل شيء. وفي ضابط كان معدي في الشارع وشاف الدخان خارج من البنك واكتشف إن الأبواب مقفولة من جوه، ودالتون في الوقت ده خرج ورفع عليه السلاح وبيكلمه بنبرة حادة وبيقول له أنا محتاج رهاين هنا، لو الشرطة حاولت تقرب مننا أنا هبدأ في قتل الرهاين. ورجع جوه وقفل الباب من تاني، والضابط بيبلغ الشرطة حالا إن في عملية سرقة بتحصل، وبعد عدة دقايق عربيات الشرطة بتحاوط المكان وبيوصل عدد كبير من ضباط العمليات الخاصة وبيأمنوا المكان بالكامل، وفي ناس كتير بتوصل علشان تتفرج على اللي بيحصل. وخبر سرقة البنك بينتشر في كل وسائل الإعلام، وأرثر صاحب البنك بيعرف باللي حصل، وأرثر بيترعب خصوصا لأن الفرع ده فيه أوراق مهمة. وبيوصل بعدها 2 محققين خبراء في التفاوض اسمهم فريزر وميتشل، وبيقابلوا نقيب الشرطة داريوس وبيعرفوا نفسهم للنقيب، وفريزر بيسأله ايه اللي بيحصل بالظبط. النقيب بيقول لهم ان عدد الرهاين مش معروف لسه ولا حتى عدد افراد العصابة، وفريزر بيطلب يلبس بدلة واقية للرصاص وبيقول له لما تحصل على كل التفاصيل عايزك تبلغني وما تهجموش على البنك الا لما اعرف. بينما في البنك فالعصابة بياخدوا كل الرهاين في مكان واحد وبياخدوا منهم كل المفاتيح والموبايلات اللي معاهم، ما عدا موظف اسمه بيتر بيقول انا معيش تليفون علشان نسيته في البيت. فدالتون بيقول له فكر كويس قبل ما تجاوب، لانك لو كدبت هتبقى حفرت قبرك بايدك، وهسألك تاني فين تليفونك. وبيتر بيفضل مصر على اجابته وبيقول له انا معيش تليفون. فدالتون بيطلع تليفون موظف من البنك وبيرن على رقم بيتر، وهو فعلا تليفون بيتر بيرن وهو بيطلع انه موجود في مكتبه، وهو بيتر بيترعب وبيقول له انا اسف انا شكلي نسيت. ودالتون مش بيتكلم معاه كتير وبياخده على المكتب وبينزل فيه ضرب، والرهاين بيترعبوا وهم شايفينه بيتضرب بكل عنف. ودالتون بيخرج من المكتب وهو ملطخ بالدم وبيحذر الناس وبيقول لهم محدش يفكر يعمل نفسه ذكي، وهو فعلا في واحد بيطلع مفتاحه اللي كان مخبيه. ودالتون بيؤمر بفصل الرجال عن الستات، وبعدها بيأمرهم يقلعوا لبسهم ويقعدوا بالملابس الداخلية، والكل بينفذ الأمر بدون اعتراض ما عدا واحدة ست كبيرة بترفض لأنها بتبقى محرجة تعمل كده. ودالتون بيقول لها أنا مش هطلب منك تاني تقلعي هدومك، فنفذي أوامري المرة دي بس. لكن الست العجوزة بتفضل رافضة، فدالتون بيأمر زميلته ستيفي تاخدها الأوضة تانية، وبعدها العصابة بيدوا للرهاين لبس وأقنعة علشان يلبسوهم، والعصابة برضو بتلبس نفس اللبس والأقنعة، فبالتالي كلهم أصبحوا لابسين نفس اللبس ومحدش يقدر يفرق أفراد العصابة من الرهاين. وبعدها دالتون بيكتشف ان في شخص عجوز مصاب بمشاكل في القلب، فدالتون بيدرك ان شخص زي ده ممكن يبوظ الخطة، فبيقرر يخرجه بره البنك، والشرطة بترفع عليه السلاح وبيأمروه ما يتحركش لانهم ما كانوش عارفين لسه ده واحد من الرهاين ولا من العصابة. والراجل بيقول لهم انا موظف وشغال في البنك، ورئيس العصابة قال لي ابعت لكم رسالة وانكم لو قربتوا من البنك هيقتل 2 من الرهاين. والشرطة بتاخده وبيحققوا معاه وبيعرفوا انه فعلا واحد من الرهاين، وعرفوا منه ان عدد افراد العصابة هم 4. والنقيب داريوس بيقول لفريزر احنا بنحاول نوصل لتسجيل كاميرات المراقبة بس الموضوع هياخد شوية وقت، وبنفحص المجاري كلها علشان نمنعهم من الهرب عن طريق المجاري. وبعدها العصابة بينزلوا عند خزنة الفلوس لكنهم مش بيهتموا ليها وبيخشوا أوضة تانية لان هدفهم شيء اخر غير الفلوس. بينما صاحب البنك أرثر فبيتصل بواحدة اسمها وايت ودي محاسبة شاطرة ومعروفة، وأرثر بيطلب يقابلها
يقابلها وهي بتوافق وفعلا بيتقابلوا. وارثر بيقول لها في اوراق مهمة تخصني موجودة في صندوق الودايع في البنك، وانا مش عاوز حد يعرف بوجود الاوراق دي ولا حتى الشرطة، واكيد مش عاوز حد يسرقها لانها اوراق قيمة جدا بالنسبة لي، وانا معرفش العصابة عايزة تسرق ايه بالظبط من البنك. بس وايت بتطلب منه يوضح اكتر محتويات الورق علشان تقدر تساعده، بس هو بيقول لها محتويات الاوراق سرية للغاية ومش هقدر اقولها لاي حد، ولو الاوراق دي وصلت في ايد اي بني ادم فانا هخش في مشاكل كبيرة. ووايت بتفهم انه عاوز الصندوق يختفي من البنك او محدش يوصل له، وبتقول له انا هحاول اتصرف. والمحققين لقوا العربية اللي العصابة وصلوا بيها لعند البنك وعرفوا ان العربية مسروقة، وفريزر بيؤمر بفحص بصمات العربية. وبعدها المحقق فريزر بيتصل بتليفون البنك، ودالتون بيبقى سامع التليفون بيرن بس مش بيرد، وهو فريزر بيستغرب وبيظن انه اتصل على رقم غلط. والشرطة قدرت توصل لتسجيل الكاميرات وبيشوفوا اللحظة اللي كاميرات المراقبة فصلت فيها، وبيشوفوا دالتون وهو بيحجب الصورة بالكشاف، وبيقولوا ان الكشاف خرج اشعة تحت الحمراء والاشعة دي بتعطل الكاميرات عن العمل. وبعدها العصابة بتخرج رهينة جديدة علشان بعتوا معاه رسالة للشرطة، والشرطة في البداية بتظن انه معاه قنبلة فبيأمنوا الرهينة الاول، وبعد ما بيتأكدوا انه معوش قنبلة بيبدأوا يقروا الرسالة اللي كانت على لوحة. والعصابة بيطلبوا في الرسالة اتوبيسين كبار وطيارة قدامكم لحد الساعة 9 علشان تنفذوا اوامرنا، وهنبدأ نقتل رهينة كل ساعة قدام التلفزيون، والبنك متحاصر بالقنابل. والمحققين بيتناقشوا في الرسالة دي، وفريزر بيقول احنا مش هننفذ ولا طلب من طلباتهم وانا مش مقتنع بكلامهم ولازم اتكلم معاهم الاول قبل اي شيء. وفريزر حتى الان كان هادي وواثق من قراراته. وارثر بيخش على المحققين وهو بيعرض انه يدي الطيارة للعصابة، والمجرمين بيستغربوا انه عاوز يساعد العصابة. وارثر كمان كان عاوز يفضل موجود مع المحققين طول الوقت علشان يعرف بكل شيء جديد بيحصل بداخل البنك، بس المحققين بيرفضوا وجوده وبيجبروه يخرج بره. وبعدها في رهينة جديدة بيخرج ومعاه رسالة وكان مكتوب ان في 50 شخص في البنك جعانين ومحتاجين اكل. وفريزر بيفرح لان دي فرصة ذهبية ليه، وبيقرر يحط اجهزة تصنت جوه علب البيتزا علشان يسمعوا العصابة ويعرفوا هما بيخططوا ازاي. بينما في البنك في رهينة خلع القناع لانه اتخنق من الوضع الحالي، وزمايله بيهدوه وبيفكروه بيتر اللي ما نفذش كلام العصابة. بس الرهينة بيقول لهم مش مهم، هما اكيد لبسونا اللبس ده علشان نبقى شبههم، وكده لو الشرطة اقتحموا البنك هيقتلونا معاهم. ودالتون في الوقت ده اتدخل وسحبوا على الارض قدام عيون الرهاين ودخلوا الاوضه وضربوا. والعصابه بيغيروا اماكن الرهاين كذا مره وبيفرقوهم عن بعض وبيدخلوهم في اوض مختلفه، وده علشان يشتتوا الشرطه تماما ويمنعوا الرهاين انهم يتفقوا على التمرد. وواحده من العصابه بتخش وسط الرهاين كانها رهينه زيهم، وبعدها الشرطه بيحطوا علب البيتزا والمشروبات قدام البنك، والعصابه بيخرجوا ياخدوا الاكل وبيخشوا. وفريزر بيقول لدالتون انا محتاج اتكلم معاك، لو موافق ارفع سماعة التليفون وكلمني. وهدالتون مش بيرد عليه وبيخش. وفريزر بيرجع يسمع أجهزة التصنت اللي زرعوها في الأكل، وبيسمعوا العصابة بيتكلموا بلغة غريبة وهما كانوش عارفين يحددوا هي ايه. ففريزر بيأمر يحطوا التسجيل على مكبر الصوت في الشارع، وهو بيسأل الناس لو حد عارف اللغة دي، وفي عامل بيقول ان دي اللغة الألبانية. ففريزر بيدخله عربية الشرطة وبيطلب منه يترجم الكلام، بس العامل بيقول له انا مش بعرف اتكلم ألباني، انا عارف ان دي اللغة الألبانية لان مراتي من ألبانيا. ففريزر بيأمر الشرطة يتصلوا بالقنصلية الألبانية ويجيبوا مترجم. والمحقق ميتش بيقول له عربية العصابة ما فيهاش اي بصمات. والشرطية بتقول لفريزر انا اتصلت بالقنصلية واللي رد عليا كان عاوز فلوس علشان يساعدنا، ووزارة الخارجية هيتأخروا جدا علشان يقدموا المساعدة. ففريزر بيأمر العامل يتصل بمراته ويجيبها لحد هنا. بينما في البنك دالتون بيدي الاكل للطفل ده وبيقعدوا جوه خزنة الفلوس، ودالتون بيطمن الولد الصغير وبيقول له كل شيء هيبقى بخير وهخليك تروح بيتك قريب. وبعدها دالتون بيقف قدام الفلوس وما كانش مهتم بيها اطلاقا لان مش ده هدفه. وبعد شوية وقت بتوصل إلينا مرات العامل، وفريزر بيأمرها تسمع التسجيل وتترجمه، وهو بتضحك بعد ما سمعت التسجيل وهو بتقول له انا عارفة كويس قوي مين اللي بيتكلم ده رئيس ألبانيا السابق
سابق وده خطاب قديم ليه، يعني العصابة خدعتكم وسمعتكم تسجيل قديم لرئيس ألبانيا. والمحققين بيتصدموا وبيدركوا إن العصابة كانت عارفة إن الشرطة هتتسلط عليهم، وبكده العصابة بتتلاعب بيهم علشان يكسبوا وقت. وفعلا بنشوف فرد العصابة مشغل التسجيل جنب أجهزة التصنت، وستيفي ودالتون بيخشوا غرفة خزن الودايع وبيفتحوا خزنة معينة رقم 392 واللي بيكون جواها ورق وعلب سودا وعلبة حمراء. ودالتون بياخد الورق وبعدها بيوصل عمدة المدينة ومعاه وايت وبيقابله المحقق فريزر. والعمدة بيقول لفريزر إن وايت هتقدر تساعدكم، دخلها معاكم في التحقيقات وهتقدر تتصرف بخبرتها. وفي البداية دالتون كان مستغرب وبيتساءل ليه وايت بالذات اللي هتقدر تساعدنا، فهي بتقول إن في مواضيع خطيرة هتحصل لو العصابة سرقت البنك، ولو ده حصل انت مش هتقدر تستحمل العواقب. ففريزر بيوافق على طلبهم بس في المقابل عاوز ترقية من العمدة، والعمدة بيوافق. وبعدها فريزر قدر يتواصل مع دالتون وفريزر بيستهزأ بيه وبيقول له انا عايز اكلم رئيس ألبانيا. ودالتون بيقول له انا الرئيس هنا، ما كانش ينفع من البداية تتصنت علينا. فريزر قال له المكان اللي انت فيه ما فيهوش خصوصية، انا بوعدك بعد اسبوع هتبقى في السجن. دالتون بيضحك وبيقول له انا بعد اسبوع هكون قاعد على حمام السباحة ومعايا المشروب بتاعي، نفذ اللي طلبته منك وفي الموعد المحدد والا هقتل الرهاين زي ما حذرتكم. فريزر قال له للاسف مفيش طيارات جاهزة. دالتون رد عليه وقال له لو مش هتبعت طيارة يبقى تبعت عربية موتى علشان تاخد الجثث. ففريزر بيقول له انا هعمل اللي انت عايزه بس اديني شوية وقت. ودالتون بيفضل يتلاعب بيه وبيضيع وقت، وفريزر بيحاول يجمع منه اي معلومات مفيدة بس دالتون بيفضل غامض. وبعدها بيقفل في وشه السكة. وافراد العصابة كانوا شغالين في الحفر تحت الارض، وكل ده تبع خطتهم المعقدة، وكل خطوة بيعملوها عاملين حسابها كويس. وفريزر بيقرر يستعين بمساعدة وايت وبيخليها تكلم دالتون، وهي بتقول له انا مش شرطية ومش شغالة في البنك بس ممكن اعرض عليك عروض كويسة علشان نرضي الطرفين، وده في حالة انك ما سرقتش الحاجات اللي تخصنا، وبقترح عليك نكمل كلامنا في البنك. ودالتون بيوافق وبيقول لها خش البنك. وفريزر بيقول لها قدامك 10 دقايق بس مش اكتر، وهي بتقول له ما تقلقش انا بعرف اتعامل مع جميع الناس. وفعلا هي بتخش البنك والعصابة بيفتشوها كويس ومش بيلاقوا معاها اي اسلحة. ودالتون بيسألها انت ليه معتقدة اني محتاج المساعدة؟ قالت له لان الشرطة محاوطة المكان ومش هتسيبك تخرج من هنا عايش، انا بعرض عليك تسلم نفسك وتاخد عقوبة 4 سنين سجن بس، وده لانك ما سرقتش حاجة وما اذيتش حد، ولما تخرج بعد ال4 سنين هتاخد 2 مليون دولار. دالتون قال لها ده عرض جميل بس انا برفض. زمان وقت الحرب العالمية التانية كان في شخص امريكي شغال في بنك سويسري، والفترة دي من الزمن كانت مليانة فرص للناس انها تسرق ويعملوا فلوس بالعبيط، ومن ضمن الناس اللي عملوا فلوس كان ارثر اللي قدر يسرق من الالمان وجمع فلوس كتير وفتح بيها البنك ده، وانا اعتقد انك شغال عند ارثر. فهي بتقول له انا بس عايز اخش خزنة الودايع علشان اخد خزنة معينة وهسيبك في حالك وهمشي. بس بيطلع ان الورق اللي دالتون خده من الخزنة قبل كده كان هو الورق اللي هي عايزاه، وهو بيقول لها كان المفروض ارثر يتخلص من الورق ده بس دلوقتي الورق ده اصبح تحت ايدي، وحتى لو اتقبض عليا فارثر هيجي يساعدني علشان ما اديش الورق ده للصحافة. فهي بتسأله انت ناوي ازاي تخرج من البنك؟ قال لها هخرج من الباب الامامي قدام كل الناس. فبتسأله وعرفت ازاي بخصوص ورق ارثر؟ دالتون قال لها مفيش حاجة بتستخبى وكل الكذب بيتكشف. وهي قبل ما تمشي بتقول له لو قدرت تهرب من البنك خد الورق معاك وارثر هيديلك فلوس كتير علشان ياخده منك. ودالتون بيسيبها تمشي من البنك. وفريزر بيسأل وايت عملتي ايه؟ قالت له انا قدمت له عرض علشان يخرج من البنك بس هو رفض. وهو فريزر مش بيصدق كلامها وبيحس انهم اتكلموا في مواضيع تانية، وهو بيقول لها اكيد انت ما دخلتيش علشان تقولي له حاجة هو اكيد عارفها، فتكلمي وقولي اتكلمتوا في ايه. قالت له دالتون ده شخص ذكي وبالرغم من تهديداته بس هو مش قاتل. فريزر قال لها وانت عرفت منين؟ قالت له جرب تحطه في موقف صعب وهتصدق كلامي. وفريزر بيقتنع بكلامها وكان محبط انه لسه محققش اي حاجة في القضية دي وحاسس ان دالتون متقدم عنه دايما، فبيقرر يخرج بره المألوف وبيتصل بدالتون وبيقول له انا هديلك الطيارة اللي انت عايزها بس لازم الاول اخش البنك بنفسي واتأكد ان كل الرهاين بخير. ودالتون بيوافق وبيفتش فريزر قبل ما يخش البنك وبيكونوا رافعين عليه السلاح اثناء وهو بيتمشى في البنك وبيوروا له كل الاوض اللي فيها الرهاين. وفريزر بيطلب ياخد الطفل معاه وهو خارج بس دالتون بيرفض
بيوري لفريزر الأوضة اللي فيها الرهاين اللي ما كانوش بيسمعوا الكلام، وكلهم كانوا مرعوبين وعاوزين يخرجوا. وفريزر بيهديهم وبيقول لهم أنا هخرجكم بأمان. وفريزر بيقول لدالتون أنا عمري ما سمعت عن حرامية عاوزين طيارة علشان يهربوا بيها، أكيد دي مش خطتك وأنت بتحاول تضيع وقت لسبب معين. في حلين أنا أقدر أقدمهم لك، الأولاني إنك تخرج معايا من الباب وتسلم نفسك، والحل التاني إن الشرطة هتقطع الكهرباء عن المكان وهيرموا قنابل مثيرة للدموع وهنقتحم المكان بكل عنف، وأنا وأنت مش عاوزين الحل التاني. دالتون قال له أنت كلامك فاضي، لأنكم مش هتهجموا لأننا ما قتلناش حد، ولو حصل وهجمتوا علينا فوارد في رهاين هتموت وساعتها أنت هتكون السبب، فبالتالي أنت كذاب في تهديداتك، فيلا خد بعضك وامشي حالا. وفريزر بيسأله وأنت ناوي تخرج إزاي؟ دالتون قال له أنا هخرج لما أكون مستعد. وفريزر بيفضل هادي وبيقرب من باب الخروج وبيعمل نفسه بيسلم عليه وراح ضربه ووقعوا من على السلم وحاول يشيل القناع بتاعه، لكن فرد العصابة التاني بيتدخل وبيرفع السلاح عليه. ودالتون بيقول له انت تعديت حدودك، انا عايز الاتوبيسات بره في اقرب وقت، ولو معتقد اني بهزر فجربني وشوف اللي هيحصل. وفريزر بعدها بيخرج والعصابة كان قدامها 3 ساعات بس ويخلصوا عملية الحفر. وفريزر بيحكي لداريوس اللي حصل وبيقول له انا اديته كل الاسباب علشان يقتلني بس ما قتلنيش، الشخص ده طلع مش قاتل فعلا، هو بيخطط لحاجة تانية خالص وما فيهاش عنف، لكن بيحصل عكس المتوقع تماما. دالتون بيتصل بفريزر وبيقول له انا عايزكم تصوروا الدور التاني من البنك، والكاميرا لما بتيجي على الدور التاني بيظهروا العصابة وهم بيقتلوا شخص بريء. وفريزر بيتجنن وبيروح يكلم دالتون وبيقول له ليه عملت كده؟ انا ما قتلتش حد منكم. دالتون قال له دي غلطتك علشان ما جبتش الاتوبيسات لسه، لو حاولت تتحداني تاني هقتل الرهينة اللي بعده. وبيخش جوه. وبسبب اللي حصل الشرطة بتقرر تهجم على البنك، وداريوس بيحط خطة علشان يقتحموا البنك دلوقتي وبيؤمر باستخدام الرصاص المطاطي علشان يقللوا من عدد الموتى. وفي نفس الوقت فريزر بيفتش اللوحة اللي العصابة بعتوا عليها رسالة قبل كده، وهو بيكتشف ان كان فيها جهاز تصنت كل الوقت ده، وعلشان كده العصابة كانوا عارفين كل خطط الشرطة. وفريزر بيكلم داريوس على طول وبيقول له ما تهجمش على البنك علشان العصابة عارفة انك هتهجم، بس داريوس مش بيهتم وبيقرر يهجم على البنك. ودالتون سمع الحوار اللي دار ما بينهم وبيبدأ يرمي قنابل دخان في المكان وبيؤمر رجالته يجهزوا وبيجيبوا كل الرهاين وبيأمروهم يخرجوا من البنك حالا، وفعلا بيخرجوا كلهم، بس الشرطة بتضرب نار على كذا واحد منهم علشان بيظنوا انهم تبع العصابة، لحد ما داريوس بيتأكد انهم الرهاين فبيؤمر بإيقاف ضرب النار والشرطة بتقبض عليهم جميعا. وبنلاحظ ان 3 من افراد العصابة موجودين وسط الرهاين وهو بيتظاهروا انهم من الرهاين، بس دالتون ما كانش معاهم. والشرطة بتخش البنك وبيكتشفوا ان الفلوس موجودة والعصابة ما سرقتش حاجة، وبيشوفوا الكيس اللي كان فيه الموبايلات، وهو بيتفاجئوا لما بيكتشفوا ان الاسلحة بتاعت العصابة كانت مزيفة، وبيفهموا ان العصابة عملوا كده علشان يخوفوا الرهاين. ومش بس كده، جريمة قتل الرهينة كمان كانت مزيفة، والشرطة بره بياخدوا الرهاين للأتوبيس وهو كان من ضمنهم ال3 مجرمين وبيحققوا مع كل الرهاين، بس الشرطة ما قدرتش تفرق ما بين المجرمين والرهاين. ورئيس فريزر بيقول ان القضية اتقفلت لان مفيش حاجة اتسرقت ومحدش مات، بس فريزر كان معترض على الكلام ده وشايف ان عملية اقتحام البنك دي مثيرة جدا للشك، واكيد في سبب خلى المجرمين يقتحموا البنك، بس رئيسه بيقول له محدش بيضغط علينا علشان نحل القضية لان اصلا مفيش قضية، فانسى الموضوع ده تماما. بس فريزر مش بينسى وبيروح يحقق في كل خزائن الودايع اللي كانت في البنك، وبيكتشف ان الخزنة رقم 392 مش متسجلة ودي الخزنة بتاعت ارثر، فبيروح يقابل وايت وبيسألها عن الخزنة دي، فهي بتقول له مش رئيسك طلب منك تنسى القضية والعمدة اتفق معاك يديلك ترقية، بس فريزر مش بيهتم وعايز اجابات لاسئلته، فهي بتقول له جايز ارثر كان ليه شبهة في عملية فساد بس زيه زي كل الاثرياء اللي ارتكبوا اخطاء قبل كده، المهم انسى القضية وركز في شغلك. وفريزر مش بيرد عليها وبيمشي، ووايت بعدها بتروح تقابل ارثر وبتقول له انا اتاكدت ان ارثر خد الترقيه بتاعته علشان يبقى تحت سيطرتنا وما يدورش ورانا. ارثر قال لها دي اخبار كويسه، بس ايه اخبار الاوراق؟ هي بتقول له زعيم العصابه سرق الاوراق علشان عاوز يضمن انك ما تنتقمش منه، وهو قال لي انك بقيت غني من شغلك مع الالمان. ارثر بيعترف وبيقول لها من 60 سنه انا كنت شاب طموح وما ترددتش لما لقيت طريق سهل اكسب منه فلوس
فلوس، بس في المقابل تخليت عن مبادئي، بس من بعدها بحاول ارجع مبادئي من تاني وبحاول اصلح اللي حصل واعمل اعمال خير. وايت بتقوله لو زعيم العصابة جالك في يوم من الايام ومعاه الاوراق اديله فلوس وخد منه الاوراق، بس الغريب انهم ما خدوش اي فلوس من البنك، فاكيد الخزنة بتاعتك كان فيها حاجة غالية هم سرقوها، وانا اتوقع ان كان فيها الماظ. ارثر قال لها بالفعل كان فيها الماظ وخاتم كارتيه، والخاتم ده كان بتاع عيلة فرنسية ثرية، ودول كانوا اصدقائي وقت الحرب العالمية التانية، بس كلهم ماتوا في الحرب، بالرغم اني كنت اقدر اساعدهم وانقذهم، بس الالمان دفعوا لي اكتر، فاضطريت اخون العيلة الفرنسية واسيبهم يموتوا، وارثر بيديها شيك مقابل اتعابها. وبنرجع لدالتون اللي بيكمل كلامه اللي بدأه في أول الفيلم، وبيقول أنا أبان إني في زنزانة سجن، بس في فرق كبير ما بين أوضة صغيرة وزنزانة سجن. وبيطلع إن دالتون بقاله أسبوع مستخبي في أوضة صغيرة في البنك، وكان مستني الأمور تهدى علشان يخرج، وهم نعرف إنه سرق الألماظ اللي كان في الخزنة، والعصابة وقت ما سطوا على البنك بنوا الأوضة الصغيرة دي خلف إحدى الأوض. ودلوقتي دالتون بيخرج من الأوضة وبيرجع كل حاجة زي ما كانت، وأصحابه كانوا مستنيينه بره بالعربية، لكنهم بيشوفوا ان فريزر داخل البنك، فبيتصلوا بدالتون وبيبلغوه بالموضوع ده، ودالتون مش بيهتم وبيمشي في البنك بمنتهى الثقة، وهو بيخبط في فريزر قاصد وبيخرج من الباب الامامي زي ما قال قبل كده. ودالتون بيركب مع زمايله وبيقول لهم انا سبت خاتم الكارتيه في البنك في ايد امينة علشان هدفي ما كانش بس السرقة، لازم كل واحد يتعرف على حقيقته. وفريزر بيقول لمدير البنك انا معايا امر بتفتيش الصندوق رقم 392، والمدير بيخش يفتح الصندوق، وهو فريزر بيلاقي جواه البانة وعلبة جواها خاتم الكارتيه، وبعدها بيروح يقابل ارثر وبيقول له انا محتار في القضية دي، ليه المجرمين اقتحموا البنك وما سرقوش حاجة؟ انا متأكد ان في سر ورا الموضوع ده، والسر كان في الخزنة 392، وانا عرفت ان الخزنة دي موجودة من سنين كتير في البنك بس مش متسجلة، وانت بعت وايت علشان تصلح الامور مع المجرمين. وارثر بيقول له انا معرفش انت بتتكلم عن ايه، ولو انت شاكك فيا فانت ما تعرفنيش كويس، انا قضيت حياتي في خدمة البشر والاعمال الانسانية، واسأل كل الناس عني. فريزر بيقول له اكيد مش هيقولوا عنك كلام حلو لما يعرفوا حقيقة الخاتم ده، وانك تخليت عن العيلة الفرنسية وسبتهم يموتوا علشان الفلوس. وبيسيبه وبيمشي وبيروح يقابل وايت والعمدة وبيحكي لهم بكل حاجة وبيعرفهم قصة الخاتم ده، وبيطلب من العمدة يتواصل مع الخارجية الامريكية علشان يحققوا في قضية الخاتم ده. وبعدها لما بيرجع البيت بيكتشف ان جيبه فيه حتة الماظ، وهو بيفهم ان الراجل اللي خبط فيه حطها في جيبه، وبيدرك ان ده كان دالتون زعيم العصابة، وبيفتكر لما قال له انا هخرج من الباب لما اكون مستعد، بس بيضحك وبينسى الموضوع لانه دلوقتي معاه قطعة الماظ بالاف الدولارات، ودالتون اداله القطعة دي كاثبات منه انه قدر ينتصر عليه. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ما تنسوش تدوسوا لايك وساعدونا نوصل الحلقة دي ل10,000 لايك، واللي وصل لاخر الحلقة عايزك تحط ايموجي الالماظ في الكومنتات علشان اعرف مين اللي عجبته الحلقة. وباي باي.